فمن أهم الأسباب لعلو الهمة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء يورث القلب انكسارا لله وافتقارا لربه. ومن أهم أسباب علو الهمة ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذي لا يذكر ربه كالميت، كميت يمشي بين الأحياء. فكم من حي يمشي بين الأموات، وكم من ميت يمشي بين الأحياء.